يمكن نسبة كبيرة مننا استخدموا في أول حياتهم الويندوز لأنه أسهل في الاستخدام ومتعرف عليه من مستخدمين كتير، وتسويق شركة مايكروسوفت كان ممتاز جدا، وده كان واضح جدا في إن شركات كتير زي ديل و اتش بي لأنهم كانوا بيعتمدوا عليه كنظام معتمد لأجهزتهم. بس خلينا نعرف ليه اللينكس أفضل وأأمن من الويندوز، وإزاي لو عندك بي سي تقدر تجربه. اهلا بيكم. الفيديو النهارده هيكون فيه اسباب تخلي اللينكس افضل من الويندوز، وهناخد الجهازين الاشهر دول اللي هما اللي عليه ويندوز 11 والستيم ديك اللي هو بيزد اون لينكس. واول حاجه هي ان اللينكس يعتبر اوبن سورس، وده معناه ان النظام هيتيح ليك انك توصل للسورس كود بتاع اللينكس او اس نفسه، وده بيخليك تقدر تعمل اي حاجه زي انك تعمل اديت، وكمان تعمل ديستريبيوت، وكمان تعمل اي حاجه انت عايزها عليه. بمعنى ان انت تقدر تنفذ برامج عليه، وتقدر تدخل على السيستم بتاعه، وتقدر تعمل اديت للبايظ بتاعه. بينما الويندوز مش بيتيح ليك ده، وكأنك بالظبط شريت عربية ومتعرفش عن الموتور بتاعها حاجة. وميزة الاوبن سورس دي بتخلي النظام يتطور بشكل كبير، لان في عدد كبير من المطورين بيحسنوا في الاو اس وبيعملوا ديستريبيوشنز جديدة، وكل واحدة ليها الثيم بتاعها وخصائصها الخاصة بيها، وهنشوف ده في الفيديو. والحاجة التانية اللي ممكن تكون أهم نقطة وهي السكيورتي. وطبعا اللينكس او اس أأمن بكتير من الويندوز، بسبب إن طبيعة تصميم اللينكس بتخليه صعب جدا إنه يتم اختراقه، لأنه بيتكون من باكيت مانجمنت وفيه الكونسبت بتاعة الريبوزيتوري، وده بيخلي البرامج اللي بتعمل لها سيت اب عليه معروفة جدا ومعروف مصدرها، وتقدر توصل لكل حاجة فيها. وطبعا الأهم إنه مش هيحتاج أنتي فيروس اللي تقريبا أي ويندوز سيستم بيحتاجه عشان يحميه من أي هجمات أو ملفات مشبوهة. بس طبعا هيكون في بعض البرامج اللي في اللينكس اللي ممكن تحمي النظام، ولكن عادة ما بتبقاش موجودة. ومثال على ده، فأنا ما عنديش على اللينكس هنا في الستيم ديك حاجة زي الويندوز ديفندر مثلا الموجودة هنا، واللي دايما لازم يكون ابديتد، واللي هو كمان مش كافي، فلازم تكون جايب هنا انتي فيروس زي مثلا تريم مايكرو. فانك تكون سكيورد بطبيعتك دي حاجه ممتازه، وهتوفر عليك اكتر بكتير، لانك مش هتضطر لو انت بتستخدم لينكس تستخدم سكيورتي ابلاينس او ان انت تستخدم انتي فيروس يعني، وده هيكلفك طبعا. وفي حاجه مهمه طبعا لازم تعرفها قبل ما نكمل، وهي ان مايكروسوفت نفسها المصنعه لنظام ويندوز بتستخدم لينكس، والنظام نفسه مبني عليه، ولكن مرخص فقط لمايكروسوفت، عشان كده ما تقدرش تعدل عليه. وشركات تانية كتير بتستخدم الاو اس بتاع لينكس ده كاو اس رسمي ليها، زي جوجل وابل وامازون وغيرها كتير. فاللينكس بيعتبر الخيار الاول للشركات الكبيرة، لانه سكيورد وتقدر تعمل عليه كل حاجة بشكل اوبن سورس. واللينكس سيستم طبعا يعتبر فري بالكامل، فانت مش هتحتاج تدفع مثلا $100 عشان تاخد نسخه اصليه زي في ويندوز واللي بتبيعه شركه مايكروسوفت بالسعر الرهيب ده. ففي ديستريبيوشنز كتير من لينكس تقدر تستخدمها زي اوبنتو وفيدورا، وكمان الديستريبيوشنز دي كلها فري. ففكره انك يكون عندك او اس فري بشكل كامل دي حاجه ممتازه، واللي بيوفرها اللينكس بس. فمثلا في تطبيقات كتير ممكن تكون بايد زي اوفيس 365 اللي ليها بديل ممتاز زيها هنا اللي هو الليبر اوفيس اللي اتكلمت عنه في فيديو قبل كده. وده معناه ان انت تقدر تستخدم اي برامج موجوده هنا تستخدمها هنا، لان الديفلوبرز عملوا تطورات في الاو اس بتاعه اللينكس بانه يقدر يشغل اي حاجه، حتى لو مش نفس البرنامج، بس في برامج تانية ممكن تشغل نفس الحاجات اللي بيشغلها. طبعا الجهازين تقدر توصلهم بأي شاشة موجودة عندك، وكمان تقدر توصلهم بأي ماوس وكيبورد، وده هيخليك ان انت تقدر تستخدمهم كديسك توب موجود عادي عندك في البيت. وده اللي يجيبنا لنقطة التعليم. لو انت بتحاول تتعلم لغة برمجة مثلا زي البايثون، اللينكس هيكون هو الخيار الافضل ليك، وانا بنصح اي شاب انه يتعلم اللغه دي لانه هيستفاد جدا بيها سواء كان في شغله الخاص او في وظيفه. وده لان اللينكس التيرمينال بتاعته افضل بكتير، وفيها مزايا وادوات تخليك تقدر تستخدم النظام وتوظفه بشكل بروفيشنال. وانت كمان هيجالك احساس انك متمكن من السيستم لما تستخدم التيرمينال وتتعود عليها، زي انك مثلا تقدر تتعلم انك تعمل برنامج بسيط عن طريقها. وفكره الباش سكريبتنج الموجوده في لينكس بتخلي بروجرامرز كتير تفضل اللينكس. فمثلا انا اقدر اعمل ابديت وداونلود وسيت اب لبرنامج في خطوه واحده وفي كوماند واحده بس، ومش هحتاج اروح للانترنت عشان
تحمل برنامج زي اللي بيحصل هنا في الويندوز. ولازم كمان تكون واثق من السورس اللي انت جايب منه البرنامج ده، بينما في اللينكس معظم المصادر موثوقة. لو عندك اي لابتوب او ديسكتوب قديم، حاول تجرب تنزل عليه لينكس سيستم زي اوبنتو مثلا، وشوف قد ايه الجهاز بتاعك هيكون سريع واستجابته ممتازه، عشان اللينكس او اس ما بيحتاجش هاردوير عالي زي الويندوز. لو حبيت تنزل ويندوز 11 هيكون المينيمم هاردوير ريكويرمنت 4 جيجا رام و64 جيجا هارد ديسك، بينما كل اللي انت محتاجه عشان تنزل اوبنتو هو انك يكون عندك مينيمم 1 جيجا رام و20 جيجا ديسك. وفي ديستريبيوشنز كتير تقدر تختار منهم زي لينكس مينت واوبنتو وفيدورا زي ما قلت وسلاكس وغيرها كتير، وهسيب لكم التفاصيل بتاعتهم في الديسكريبشن بتاع الفيديو. وطبعا كل واحد ليه الثيم الخاص بيه، وزي ما احنا عارفين فالف عامله نظام لينكس اسمه ستيم او اس، المشتق طبعا من اوبنتو. اما بقى لو جينا للنقطه اللي ممكن كل الناس تسال عنها، وهي الجيمز، وهل ان انا اقدر اشغل الجيمز بشكل عادي زي ما بنعمل في البي سي الموجود عليه ويندوز، وبالاخص المنصات طبعا؟ والاجابه هي ايوه. مبدئيا انا عملت قبل كده فيديو عن ان الستيم ديك كمبيوتر متكامل، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، بس هدي لك مثال بسيط على ان برنامج زي لوتريس ده تقدر ان انت تشغل عليه كل المنصات زي جي او جي وزي ايبك جيمز وزي اوريجينز وزي يوبي سوفت كمان. وطبعا موجود اوريدي عليه منصه ستيم اللي تعتبر اكبر مكتبه للجيمنج على البي سي، وكمان الاميو ديك اللي يعتبر افضل برنامج للايميوليشن اللي تقدر تشغل عليه كل المنصات زي البي اس 2 والبي اس 3 وغيرهم، وكمان في برنامج واحد بس، يعني مش هتضطر ان انت تشغل اي برامج تانية. ولو انت عايز تخلي الويندوز موجود على جهازك وكمان تستخدم اللينكس في نفس الوقت، ففي حلين: اما انك تنزل برنامج زي الفي ام وير ورك ستيشن، بس ده طبعا مش هيكون عملي في وجهة نظري، لانه هياخد من اداء الجهاز نفسه بتاعك، لانه طبعا هيكون بيشغل 2 او اس في نفس الوقت. او انك تعمل دول بوت سيستم، وده معناه انك هتخلي الجهاز يكون عليه 2 بايوس، ولما بتفتحه هتختار بوت من اللينكس او الويندوز، والطريقه دي هسيبها لكم في وصف الفيديو كمان وبشكل تفصيلي. خلونا اعرف ايه رايكم في التعليقات، وكمان لو عندكم اي استفسار هحاول ارد عليه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه، واشوفكم في فيديو جديد.